السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقتراحي في هذا اليوم 3 الأشكال ديال الحلويات من عجين واحد مع بعض الإضافات والنكهات اللي غادي تخلي كل شكل كيتميز على شكل آخر. غادي نصايب منهم أو نصنع منهم هذا الشكل ديال القرقاعة اللي كيجي جد رائع، وهاد البهلة اللي كتجي بنينة ولذيذة، والشكل ديال الهلال من الحلويات التقليدية أو الحلويات ديال الزمان الجميل اللي كتجي بنينه وتجي هشيشه. غادي ندوز على بركه الله نشوفوا جميع المقادير والطريقه. غادي ناخذ واحد القصعه ونحط فيها ربعه ديال الزبده، هنا درت مارغرين، قبيصه ديال الملحه، وجوج كيسان ديال العنبه ديال السنيده. غادي نخدم مزيان الزبده مع السنيده حتى تدخل ليا هذيك السنيده كلها في هذيك الرابعه ديال الزبده، و 250 غرام ديال الزبده مارغرين. غادي نخدمها مزيان مزيان، ومن بعد غادي نضيف ليها 2 الكيسان ديال الزيت النباتيه بالكاس ديال العنبه، او 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت النباتيه. وغادي نستمر في الخدمه او في الخلط ديال هاد المقادير حتى نحصل هنا على واحد الكريمه بيضاء، وغادي نخدمها مزيان ونحكها مع القصعه حتى ديك السنيده كلها غادي تذوب ليا ديك الزبده، وما يبقاوش ليا واحد القطع او واحد الكويرات صغار ديال الزبده. وهنا الزبده ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ. هنا ضفت واحد الكيس ديال الفاني من فئه 7 غرام ولا 8 غرام. غادي نضيف ليهم 4 ديال البيضات كاملات ونستمر في الخلط ديال هاد المقادير. هنا ما حدنا كنخدموا في المقادير مزيان، وحنا كنحصلوا على واحد الكريمه اللي خفيفه وناعمه بحال الكريمه او بحال العجينه الخليط اللي كنصايبوا به الصابلي. صافي غادي نخلط مزيان هاد المقادير، ومن بعد غادي نبدا نضيف في الدقيق. هنا كاقتراح انا ضفت غير شويه ديال الدقيق وقسمت العجين على 3 ديال الاجزاء. ممكن نضيفوا الدقيق مره واحده، يعني الدقيق مره ونخليوها غير ناقصه شويه في الدقيق، عاد نقسموا ونقسموا العجين ونضيفوا لها عاد الاضافات اللي بغينا. انا اقترحت هكا، ضفت ليها غير جمعتها بشويه العجينه وقسمتها ل3 ديال الاجزاء. الجزء الاول ها هو درته في هذا البول، والجزء الثاني درته في البول الزجاجي، والجزء الثالث اللي خليته في القصعه وغادي نخدمه هو الاول. ضفت ليه هنايا واحد الملعقه كبيره ديال المسحوق ديال قشور اللوز، كيعطيو واحد المذاق جد رائع، وحتى اللون كيجي لينا اللون في هذه الحليوه زوين. هنا ملي كنصايبوا الكعبه ولا نصايبوا اللوز كونكاسي كنخبيو هذوك القشور، كنغسلوهم طبعا ونحطوهم يتسقطروا. وانا كنبقى فين ما نطيب الحلوى ولا الخبز كندخلهم نطفي الفرن وكندخلهم الفرن سخون، كيكون مطفي ولكن باقي سخون، كيتحمروا ليا او كينشفوا ويتقرمشوا، وكنطحنهم ونديرهم في واحد القرعه زجاجيه. هنا بقيت كنضيف واحد الدقيق في الدقيق عفوا حتى حصلت على هاد الخليط. الخليط راه ناعم، ماشي قاصح وماشي رطب. صافي غادي نحطو جانبا وندوز الجزء الثاني من الخليط. هنا الجزء الثاني غادي نضيف ليه كاضافات، غادي نضيف ليه واحد الكاس ونصف من الزنجلان المحمر والمطحون. هنا ممكن نضيفو حتى لجوج ديال الكيسان. هنا ضفت كاس ونص تقريبا، وممكن كيف ما سبق وقلت نضيفو 2 كيسان عفوا. هنا غادي نخلط مزيان هذاك الزنجلان حتى يحيدو دوك التلكدات ديالو لانني طاحنه مزيان، ونتخلص منهم وعاده نبدا نضيف في الدقيق. هنا كيف ما كيبان راني ما ضفتش الخميره في هذا العجين وفي العجين الاول. ملي كانوا غادي نكون نخدمهم غادي نقول لكم علاش ما ضفتش الخميره ديال الحلويات. صافي هنا غادي نبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي انا باغاه لهذا العجين. هنا ضروري العجين تكون رطبه، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف. العجينه تكون بحال عجينه الصابلي، القوام ديالها بحال القوام ديال عجينه الصابلي. صافي العجينه هي تجمعات ليا وخدات الدقيق الكافي ديالها. غادي نجمعها ونحطها جانبا وندوز الخليط الثالث او البول الثالث. هنا بالنسبه لهذا الجزء من العجين غادي نضيف ليه حتى هو معلقه ديال مسحوق قشور اللوز، وغادي نضيف هنايا واحد المعلقه كبيره ولا معلقه ونص ديال الكونكاسي لان ما عنديش اللوز مهرمش بقشوره محمر ومهرمش. هنا ضفت 3 المعالق ديال الزنجلان محمر ضفتو حبوب،
وغادي نخلط هاد المقادير باش نصنع منها البهله. صافي انا بانت ليا هذاك الزلجلان غادي يبقى غير تالف، وانا نقول اجي نضيفو حتى هو، غادي يزيد هاد البهله غير مذاق زوين، وغادي يزيدها اللون وواحد النكهه مزيان، وغادي يرجع يغنيها ليا. هنا ضفت ساشي ونصف ديال الخميره ديال الحلويات. هنا راه غير الجزء اللي فيه النصف راني قطعته في المونتاج، ما يتصحابش لي يتقطع. هنا راه ضفت خميره ونصف، وممكن نضيفو غير خميره وحده او كيس واحد فقط. انا ضفت هنا كيس ونصف، كان عندي واحد النصف ضفته. صافي غادي نعطيها الدقيق الكافي ديالها حتى هي، ونحطها جانبا. هنا ما نكثروش الدقيق باش ما تقصحش لينا، وملي نبغيو نكوروها غادي تشتت لينا مع الجناب. صافي من بعد ما جمعت العجين غادي ندوز اول عجين غادي نبدا به، هو اللي درت في الجزء الثاني اللي ضفت ليه الزلجلان والقشور، عفوا غير الزلجلان. غادي نصنع منه واحد الصبيعات او واحد الحريبلات صغار، ونرجع نصنع منهم هكا هاد الهلاليات. هاد الهلال او كنسميوهم كل واحد كيفاش كيسميوها، حلمة الهلال ولا كيسميوها كعب الغزال. صافي غادي نبقى نخدمها هكا حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. هنا ما نديروش الحليوات غلاظ باش ما يجيوناش غلاظ ويجيو معجنين لينا. انا هنا كيف ما سبق وقلت لكم ما ضفتش العجين في هذه العجينه، ما ضفتش الخميره ديال الحلويات في هذا العجين وفي العجين الاخر، لان هذه لا ضفت ليها الخميره غادي يدي عليا وغادي يخسر الشكل ديالها ديال الهلال، غادي يخسر في اللاطه وغادي يتنفخ. وممكن نضيفوا واحد شويه الا بغينا نديروا الراس ديال الملعقه، ونحتاطوا في الاضافه ديال الخميره ديال الحلويات. انا فضلت كاع ما نديرهاش مره باش ما نطيحش في هاد الثغره ديال تزيد ليا الحجم ديالها، تزيد تنفخ في اللاطه. يعني هنا كيف ما حطيتهم كيف ما هزيتهم ما تنفخوش بزاف، والحليوات جاو هما هادوك، هذاك هو القياس ديالهم. صافي غادي نكمل العجين كامل اللي عندي، وغادي نوريكم الكميه اللي خرجت ليا. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا هذيك العجين اللي ضفت ليها الزجلان محمر ومطحون. غادي ندخلها للفران وتكون النار من تحتها وعلى نار مهيله، نخليها طيب وندوز نشكل الشكل الثاني. انا البهله هنا تعمدت نخليها هي الثانيه باش يكون الفران سخون، لان البهله كتبغي الفران يكون سخون. انا هنا العجين لقيتها بدات كتنشف ورجعت دلكتها من جديد، عاد بديت تنشكل فيها كويرات وحطيتها في هاد الصفيحه او هاد اللاطه الخاصه بالبهله. هنا غير معلومه غادي نقولها لكم، هنا العجينه راني خليتها لقيتها نشفات شويه، يعني ممكن نخليوها رطب من هكا، لكن غادي نخليوها هي الاخرى، نخليوها رطبه شويه باش يلا تشرب ويجينا القياس هو هذاك ملي نبغيو نشكلوها. الا كنا غادي نصبقوا الشكيلات الاخرين هما الاولى. صافي هذه هي الشكل اللي درته. هنا خرجت الحليوه ديال الهلال ودخلت البهله كطيب. هنا غادي دزت نشكل الشكل الثالث والاخير، غادي نحك في هذيك الحكاكه في الجهه الغليظه. هنا راني بديت تنهز الحليوات ديالي ونصففهم في اللاطه، ولكن خسر لي الشكل ديالهم، قلت اجي نحكها مباشره في اللاطه وندوز نشكلها. صافي كنحك في اللاطه وندوز نشكل منها مباشره هاد الحليوات، ما كيخسرش ليا الشكل ديالهم، كندفعهم غير هكا بالاصابع ديالي وكيبقاو محافظين ليا على الشكل ديالهم، ما كنوركوش عليهم مع الجناب باش تبقى مشنفه وعلى شكل قرقاعه. صافي ما نحاولوش نقادوهم بزاف باش تبقى ليا داك الشكل حرشه ومشنفه هكاك مع الجناب. غادي ندوز نحك عاوتاني العجينه ونستمر بحال هكا حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. هنا في هذه الاثناء راه البهله داخله الفران، غادي ندخلها بالطريقه ديال البهله، غادي ندخلها في السفلي او في التحت وتكون النار فوقها حتى تبدا تشقق ليا، عاد نطلعها الفوق تكمل الطياب ديالها. هنا من بعد ما خرجت البهله غادي ندخل هاد الحليوه الاخرى، وغادي ندوز في هاد الاثناء نزين هاد الحليوه ديال الهلال. هنا خديت السكر
كلاصي وغربلته طبعا، ودزت كنزين به الوجه ديال هاد الحليوات، ولا كنزينها كامله من الفوق ومن التحت. صافي غادي نمرمدها هكا في السكر كلاصي ونحطها باش تحصل على داك الشكل الزوين ديالها، ولا داك الفينيسيون اللي كيجي جد رائع. هاد الحليوات راه ساهلين، حضرتهم في وقت وجيز، دوزتهم مع الشقه ديالي ديال الصباح، راه دغيا تيكونوا واجدين. عطاوني حتى هما هاد الطبيصيل او هاد الكميه، يعني هاد الكميه ديال العجينه راه غتعطينا 3 اشكال وكيجيو جد رائعين. صافي هنا جبت الشكل الثاني الثالث والاخير، وغادي ندوز حتى هو نزينو. هنا خديت 2 دراهم ديال الشوكولات، ذوبتها في حمام مريم، وغادي ندوز نزين بها او نلصق بها هاد الحليوات. غادي نشد وحده مع وحده ونلصقهم بالشوكولات كحل. هنا راه غير 2 دراهم ديال الشوكولات وشاط منهم مازال. هاد الحليوات راه غير مكلفين وكيجيو زوينين، لا في المنظر ولا في المذاق. نتمنى تجربوهم حتى نتوما ويعجبوكم. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من لي لايك ومن التعليقات ديالكم، ونبغيكم ديما تشجعوني بالتعاليق ديالكم وبلي لايك ديالكم اللي كان يبينوا لي بان هذا الفيديو اعجبكم. نتمنى تلايكوا ليا وباش نعرف راه محتوى هذا الفيديو او محتوى القناه كتفاعلوا معاه وكيعجبكم. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من لي لايك، والى اللقاء في الفيديو قادم ان شاء الله. وغادي نخليكم مع الشكل الاخير ديال الحليوات ديالي. هذا هو الشكل ديال القرقاعه، جا جد رائع كيف ما كتشوفوا. كتبان بحال الشكل ديال القرقاعه تماما، والمذاق ديالهم زوين والمنظر حتى هو. وهذا الشكل الثاني ديال البهله اللي جا حتى هو زوين، جا المذاق ديالو جد رائع مع ديك الاضافه اللي ضفت ليه ديال الججلان محمر. اما الشكل ديال الهلال فهو جد رائع. نتمنى تجربوهم حتى نتوما، وما تنسونيش من التعاليق ومن لي لايك ديالكم، والى اللقاء.